المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. إصابة 17 مواطنا بفيروس كورونا. ارتياح لخدمات مركز عبد وعداد الصحي. المواطنون في الداخل والمهجر يتبرعون للجهات المحتاجة. مناورات يابانية أمريكية مشتركة وسط تزايد التوتر مع الصين. مادورو يحكم قبضته على السلطة في فنزويلا بعد استعادته السيطرة على البرلمان. ورجال الإطفاء يحجمون انتشار حريق غابات بأستراليا. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 7 من ديسمبر في مراكز العزل بالإقليم الجنوبي أظهرت إصابة 17 مواطنا بفيروس كورونا. وقدم المصابون من إثيوبيا بطرق غير نظامية في الأسابيع الماضية، وكانوا في مركز العزل بإنداغرغيس. ورغم منع حركة المواطنين من وإلى دول الجوار، إلا أن دخول المواطنين إلى البلاد بطرق غير نظامية من دول إثيوبيا والسودان واليمن وجيبوتي لم يتوقف، حيث بلغ العدد حتى الآن 22,647 مواطنا. في غضون ذلك شفي 9 مواطنين من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الجنوبي، وتم تسريحهم إلى منازلهم. بهذه الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ عدد المصابين في البلاد حتى اليوم 649، شفي منهم 517، ولا يزال 134 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة أسمرة 7 من ديسمبر 2020. يقوم المركز الصحي في عدو قعداد بمديرية قالنفحي في الإقليم الأوسط بإنجاز أعمال صحية فاعلة في الوقت الذي توقفت فيه تحركات المواطنين من وإلى المناطق جراء التعليمات الصادرة لمكافحة كوفيد-19. أوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض مسجون يوهنس بأن الخدمات التي يقدمها المركز تشمل التطعيم والحالات الطارئة ومعالجة المرضى المراجعين للمركز والفحص الطوعي ومتابعة صحة الأم والطفولة، مشيرا إلى تقديم التطعيم ضد 12 من الأمراض لأكثر من 8,000 طفل خلال هذا العام. وذكر الممرض مسجون شفاء 18 مريضا من السل من أصل 21 خلال العام الماضي بفضل تناولهم الدواء بانتظام. وقال المستفيدون من الخدمات الصحية إنهم يحصلون على الخدمات الصحية الرئيسية في المركز وكذلك العلاج والإرشاد الصحي، مما يوفر عليهم الكثير من المتاعب. في إطار التبرعات الفردية والجماعية الجارية للجهات المحتاجة، قدم المواطنون المقيمون في ألمانيا وإسرائيل تبرعات مالية للمحتاجين في أغردات وبارندو. وتبرع المواطنون في إسرائيل والسيدة إيلا برهاني وأصدقائها ب39 ألف نقفة، قدم منه من مبلغ 10,112 نقفة في أغردات للأسر المتضررة من الأمطار، فيما وزع 28,900 نقفة لكبار السن والمحتاجين في بارندو. في غضون ذلك تبرع مواطن في أغردات فضل عدم ذكر اسمه بأكثر من 10 كنتالات من الذرة للجهات المحتاجة وكنتالين من السكر و50 لتر زيت، بالإضافة إلى أدوات نظافة. عقدت اللجنة التنفيذية للمرأة الإريترية في أوروبا وكذلك لجنة تسيير الأعمال اجتماعها السنوي في 5 من ديسمبر الجاري. وشارك في الاجتماع السنوي كل من رئيسة المرأة سيدة تخات اسفا ميكائيل ورئيسة المرأة في أوروبا سيدة نجست صقاي، بالإضافة إلى ممثلي فروع المرأة في الدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبريطانيا والنرويج والسويد وسويسرا.
وبعد أن بحثت المجتمعات وناقشنا التقرير المقدم عن طريق لجنة تسيير الأعمال، أوضحنا بأن التبرعات المقدمة لتنمية صندوق التصدي لكوفيد 19 وإلغاء إيجارات البيوت كانت من البرامج المسيرة بنجاح، وأكدنا جاهزيتهن للوقوف إلى جانب الحكومة والمواطنين لإنجاح البرامج الوطنية، وكذلك العمل بقوة لإنجاح برامج التصدي لغزو أسراب الجراد. في الختام، بحثت المشاركات برامج 2021 وإجراء مؤتمرات في حال سمحت أوضاع كوفيد 19، واتفقنا على العمل بالتركيز على تنظيم الشابات. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الأخبار. شاركت القوات اليابانية والأمريكية في مناورات مشتركة في الأرخبيل الياباني، وركزت المناورات على مسرح هجوم على جزر نائية في الإقليم. وتم فتح مناورات ياماساكورا التي تجري منذ 2 ديسمبر الجاري في مقاطعة كاماموتو اليابانية أمام الصحفيين المقيمين في الدولة الآسيوية. وتشهد المناورات التي تستمر حتى 15 ديسمبر مشاركة 4000 جندي ياباني ونحو 1000 جندي أمريكي، بما في ذلك أفراد الوحدات البعيدة الذين ينضمون إلى التدريبات عبر الإنترنت. كما بدأت القوات المسلحة للبلدين أيضا تدريبات عسكرية أخرى يطلق عليها فورست لايت، تستمر حتى 18 ديسمبر في مقاطعتي نيجاتا وجونما شمال غربي طوكيو. ويأتي الترويج الإعلامي للتدريبات الثنائية في وقت يتزايد فيه التوتر بسبب زيادة نشاط الصين في المنطقة، وبشكل أكثر تحديدا بسبب النزاع الإقليمي بين طوكيو وبكين حول جزر سينكاكو. سيطر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على آخر هيئة كانت خارج نطاق حكمه بفوزه بغالبية مقاعد البرلمان في انتخابات تشريعية أجريت الأحد قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية، واتسمت بامتناع واسع عن التصويت ورفض دولي. وحصل التحالف الداعم لمادورو على 76.7% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 5.2 مليون، وفق ما أعلنت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي أنديرا ألفونسو. وأوضحت أن قسما صغيرا من المعارضة شارك في الانتخابات حصل على 18% من الأصوات. وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يعتبر سلطة مادورو غير شرعية دعا إلى مقاطعة هذه الانتخابات، لكن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 69% وسط تلبية دعوة أحزاب المعارضة الرئيسية للبقاء في المنازل على نطاق واسع. تمكنت السلطات الأسترالية من إبطاء انتشار حريق غابات ضخم لدى اقترابه من بلدة ساحلية بجزيرة فريزر المدرجة على قائمة التراث العالمي كجزء من الحاجز المرجاني العظيم. والحريق المستعر منذ منتصف أكتوبر دمر بالفعل نحو نصف الجزيرة التي تقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا. وقالت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ ومكافحة الحرائق في ولاية كوينزلاند أن سكان البلدة البالغ عددهم 50 فردا اختار نصفهم البقاء في منازلهم ومساعدة رجال الإطفاء على حماية منازلهم وممتلكاتهم. وحذرت السلطات من أن خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات قد تنقطع ومن الخطورة البالغة لأوضاع الطرق. وأتت حرائق الغابات الصيف الماضي على أكثر من 37 مليون فدان، وتسببت في مقتل 33 شخصا ونفوق نحو مليار من الحيوانات، مما جعل رئيس الوزراء سكوت موريسون يطلق على الموسم الماضي الصيف الأسود. هيمنت الشركات الأمريكية والصينية على سوق الأسلحة العالمي عام 2019، في حين ظهر الشرق الأوسط للمرة الأولى بين أكبر 25 مصنعا للأسلحة حسب ما جاء في تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. واستحوذت صناعة الأسلحة الأمريكية السنة الماضية على 61% من مبيعات أكبر 25 مصنعا في العالم، متقدمة على الصين وفق بيانات المعهد. وارتفع إجمالي مبيعات المصنعين 25 الكبار بنسبة 5.5% إلى 361 مليار دولار،
أو ما يعادل 50 مرة الميزانية السنوية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وحلت 6 شركات أمريكية و3 شركات صينية ضمن أكبر ترتيب لأكبر 10 شركات أسلحة، وصنفت شركة أوروبية واحدة فقط ضمن هذا الترتيب، وهي شركة BAE Systems البريطانية التي حلت في المركز السابع. وتعتبر الهيمنة الأمريكية على السوق غير جديدة، لكن بالنسبة للصين التي ارتفعت مبيعات شركائها أو شركاتها بنحو 5% عام 2019، فإن هذه الزيادة تتوافق مع تنفيذ الإصلاحات لتحديث جيش التحرير الشعبي المستمرة منذ عام 2015 على حد قول الباحثة. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.